حضور جدا، وكان التصويت بإدانة سقراط. 280 شخص صوتوا بإدانة سقراط، وكانت من عادات أثينا لما شخص يتحكم عليه بالإدانة المدعي يدي عقوبة والمدعي عليه يدي عقوبة تانية ويتم التصويت عليه. وبالطبع ميليتوس حكم على سقراط بالإعدام بالسم. ولما جه دور سقراط قال إن مفروض يتحكم عليه إنهم يدوله وجبة كل يوم لبقية حياته. سقراط كان بيستهزأ بيهم لأن دي كانت مكافأة المحاربين العظماء بعد الحرب. أكن سقراط فضل الموت على إنه يعيش في وسط بشر جهلة. وطبعا جه التصويت بإعدام سقراط، وقبل الإعدام جه واحد من تلاميذ سقراط وحاول يهربه، فرفض سقراط وقال أنا احترمت قوانين أثينا طول حياتي فمش هخالفها دلوقتي. ومات وهو بيأدي واجبه الفلسفي لآخر لحظة في حياته. بس هو